Tell that girl I'm gonna slaughter it. قبل ما نبدأ الفيديو صلي على النبي، ولو ما بتصليش صلي. يلا بينا على الفيديو. تخيل معايا كده تدخل مدرسة كل الطلاب اللي فيها بلطجية ومتنمرين وبيستهزئوا بيك وعلى شكلك، بس انت على الله حكايتك ومالكش في المشاكل اصلا. ده بقى اللي بيحصل مع بطلنا ساكورا. فعايزك بقى تنورني باللايك بتاعك والاشتراك في القناة قبل ما نخش في الحكاية بتاعت النهارده. بيصحى بطلنا من النوم وهو متضايق من التنمر اللي بيحصل له، وبيروح يشتري طلباته من المحل بعد ما قرر انه يكون قوي لانه بيكره انه يبقى ضعيف. بس هو في طريقه للبيت بيشوف مجموعة من المتنمرين اللي بيضايقوا بنت لطيفة على جنب الطريق، ولما البنت بتطلب منهم انهم يحترموا نفسهم والا هتديهم بالشبشب، مجموعة المتنمرين دول بيمسكوها وبيحاولوا يؤذوها. ولكن في لحظة ما بيتدخل بطلنا دخول رايق وهو متضايق كده، وبيمسك زعيم المتنمرين من كتفه. فالزعيم بيشتمه بيقول له كمل طريقك وخليك في حالك علشان ما تزعلش، وبيحاول انه يضرب بطلنا ساكورا وهو مش واخد باله. بس على مين؟ ساكورا بيتفادى هجماته وبيرد عليه بلكمة بتخليه ينام ويحلم بعصافير حرفيا. وبعد ما بطلنا قضى على باقي المتنمرين لوحده وكل ما تحمله كلمة من جمدان، بيروح عند الزعيم وبيطلب منه يفتكر وشه كويس علشان لو لمحه وهو ماشي في الشارع بعد كده يستخبى منه. طالما يا ابني انتوا مش قد الشقاوة عاملين فيها اشباح ليه؟ ده بطلنا اللي لسه في المدرسة علم عليكم. المهم في تلك اللحظة ساكورا بيعلن قدام العبط اللي ضربهم دول انه مستعد يتحداهم في اي وقت، وبيعرفهم انه من ثانوية فورنج. وساكورا بعد ما خلص على المتنمرين بياخد بعضه وبيمشي من المكان بكل هدوء. بس البنت اللي انقذها بتجري وراه وبتمسكه من دراعها علشان يوقف، ومن غير مقدمات البنت بتشكر ساكورا على انقاذه ليها. وساكورا المتوحد بيفضل يبص حوالين نفسه كده وبيقول لها انت بتكلميني انا ولا حد تاني؟ بتقوله البنت هو في حد غيرك يعني علشان اتكلم معاه ولا ايه؟ طبعا بطلنا اللي شكله اول مره يكلم بنت في حياته وشه بيحمر من الاحراج بيبدا يزعل البنت وبيقول لها انه ما كانش يقصد ينقذها، ولكن كان متضايق من المتنمرين علشان كده ضربهم. كل ده والبنت واقفه مصدومه من اللي ساكورا بيعمله، وبتعدي الموقف وبتسال ساكورا لو هو جعان دلوقتي. فبكل عفويه ساكورا بيقول لها مستحيل اني اكون جعان او اخليكي تعزميني. بعدها بسنتين بالظبط بنشوف ساكورا قاعد في مطعم والبنت اللي بتقدم له الاكل وبتتكلم معاه بتساله لو هو من بره المدينه بتاعتهم لانها اول مره تشوف شخص متوحد زيه في المدينه. فساكورا بيقول لها ايوه يا ست انا متوحد وضريب الاطوار والدنيا دايسه على وشي، عندك حاجه تانية عايزه تقوليها ولا ايه؟ فالبنت بتعتذر له وبتعرفه انها ما تقصدش تضايقه بكلامها، وبتعرفه ان في الفتره الاخيره المدينه بتاعتهم كانت معدومه الامان بسبب القتالات اللي بتحصل فيها وحرب العصابات اللي بتدمر المدينه كلها، وحرفيا الناس كانت بتخاف تنزل من بيتها او انها تمشي في الشارع، وعلشان كده فهي لازم تساله عن نفسه وتتعرف عليه اكتر. وفي الاخر بتعرفه انها مش من المدينه زيه وبتعرفه بنفسها، وبنعرف ان اسمها كوتو. ما علينا من اسمها الغريب ده. بس ساكورا ما بيهتمش بكلامه وبيسال نفسه ليه البنت دي بتعامل ولطافه على عكس باقي الناس. ده غير انها ما كانتش خايفه من اللي كانوا بيتنمروا عليها على عكس باقي البنات السيكي ميكي بتوع اليومين دول. ومع تفكيره المستمر بتقطع البنت اللي اسمها كوتو وبتقول له ما بتاكلش ليه ولا الاكل بتاعي مش عاجبك؟ طبعا ساكورا بيدرك انه لو ما كلش بسرعه في ليلته هتبقى مهببه وكوتو هتنكد عليه وعلى اللي خلفوه. وفي ثانيه ساكورا بياخد اول معلقه من هنا وبيموت من جمدان البيض الاومليت اللي بيدوب في بقه ده، وعلشان كده بيسال كوتو لو ينفع يشتري منها بعد كده، بس من كميه اللذاذه اللي حس بيها بيتلخبط وبيقول الكلام غلط. ولما كوتو بتنبهر من اللي بيقوله ساكورا بتتوتر ومش بتبقى عارفه ترد عليه، وكوتو ما بتسيبهوش ياكل في حاله وتساله وانت شكلك غريب كده ليه؟ تحس كده انك كل نص مختلف عن التاني، وصراحه كده ما اعتقدش انك مجنون علشان تصبغ شعرك ابيض واسود وكمان تحط عدسات ملونه في عينك كده. وساكورا بيسمع كلامها من هنا ووشه بيسيطر على الغضب في نفس اللحظه، وبيعرفها انها ملهاش دعوه بشكله عامل ازاي. والمفاجاه اللي بتحصل لساكورا ان كوتو بتقرب منه جدا وبتكون معجبه بشكله، فساكورا بينفض من مكانه كده هو مذهول وبيقول لها انت بتعملي ايه يا مجنونه انت؟ فكوتو بتفهمه انها مش مركزه مع شكله علشان تتنمر عليه ولكن هي معجبه باختلافه بس. فساكورا بيعرفها انها غريبه جدا لان معظم الناس اللي بيشوفوا شكله يا اما بيعرفوا منه او بيستهزئوا بيه من غير اي سبب او مبرر. فكوتو بتقول له لا اذا كان كده ما تقلقش انا متعوده ان اشوف حاجات مجنونه زيك كده. فساكورا بيقول للبنت دي شكلها مش ناويه تنهي الموضوع على خير وبيبلع الاهانه اللي عمال يتعرض ليها ببق ميه كده. واخر ما بيزق بيعرفها ان مظهره مش هيكون مهم اثناء القتال وانه ينتقل لثانويه فورن علشان كل يوم في قتالات ومعارك طاحنه
غير التحديات اللي مش بتخلص. وكمان بيعرفها انه سمع ان في قتالات حتى في الاعياد، يعني 24 ساعة قتال بالصلاة على النبي. وبيعلن ساكورا بكل تفاؤل انه هيبقى في قمة الأكاديمية بكوتو. فكوتو بتقول الكلام ده كبير قوي عليك وانت لسه طالب صغير. فساكورا بيعرفها انه كان اسفل السافلين ومكروه من الجميع ومالوش اي قيمة، ولكن هيقاتل علشان يبقى رقم 1 في الثانوية المعروفة بثانوية الجانحيين. وبما انه يدخل قتالات في أكاديمية البلطجية ويبقى أقذر واحد فيهم، فهو كده يستمتع ويتكيف وما عندوش أي مشاكل إطلاقا. بس كوتو بتقطع وبتقول له أنت شكلك واخد فكرة غلط خالص عن المدينة دي، وبتفضل تتريق عليه لأنه لابس لبس المدرسة مع إن أول يوم دراسي لسه بكرة. طبعا ساكورا بيكون محرج جدا وبيحاول يدور على حاجة يقولها، بس بيبوظ الدنيا أكتر لما بيقول لها إنه ما عندوش أي ملابس غير لبس المدرسة. وكوتو بتفضل تتريق عليه، بينما ساكورا بيتجن جنونه من تصرفاتها. وبيقاطعها مزون عجوز كده كان بيشتري من المحل، وبيعرف كوتو إن حساب الطلبات اللي هو اشتراها موجود على الترابيزة. ووقت ما هو لسه يخرج من الباب، ساكورا بيوقفه وبيديله حاجاته اللي نسيها. فالعجوز بيقول لهم الشكل كبرت وخرفت يا جدعان، وبيسيبهم وبيمشي. بعدها بنشوف ساكورا ماشي في الشارع وماسك في ايده توفي كده، وبيفتكر ساكورا اللي حصل بعد ما ادى العجوز حاجاته انه فضل يشكره لان الحاجات اللي هو نسيها كانت هديه لحفيده الصغير، وعلشان ساب له توفي وكراميلا كده. ولما ساكورا بيكون محرج من شكر العجوز ووشه بيحمر، فكوتو بتساله انت ليه وشك احمر كده؟ فساكورا بيطلب منها ان تنقطه بسكتها لان المدينه دي شكلها مجنونه كده، يعني انا لابس لبس مدرسه معروفه بانها بتاعت مشاكل وكلها بلطجيه وعصابات، والعجوز الشايب ده جاي يديني كراميلا. وبيفضل يصح لها ان اول ما يشوفوه كان المفروض انهم يزعقوا له ويخافوا منه لا يسرق حاجاتهم. فكوتو بتقول له انه مستحيل يبقى في مدرسه فورين بسبب تفكيره ده، وانه الوضع ده مستحيل ان حد من مدرسه فورين يبص له ويتحداه اصلا. فساكورا بيزعلها بسبب كلامها وبيقول لها انه قوي جدا واكيد في اشخاص كتير يتحدوه في المدرسه. في اللحظه دي كوتو بتقول له انه ممكن يكون مقاتل قوي جدا، ولكن مستحيل يبقى رقم 1 في مدرسه فورين، وده لانه وحيد ما يعرفش حد. وبعد ما بيسمع ساكورا كلامها بيفتكر لمحه من الماضي اللي بيهرب منه، ومع غضبه بيوقع الكرسي على الارض وبيوضح لها انه مش ضعيف علشان يعتمد على حد تاني، وبيسيبها وبيخرج من المحل. بس كوتو بتقوله هو خارج انها ما بتتكلمش على قوته الجسديه، وان الافضل انه يتعرف على طلاب ثانويه فورين بعد كده يتحكم بنفسه. في نفس الوقت بنشوف في ناس عماله بتكسر في المدينه وبتاذي المدنيين، كل ده وساكورا ماشي بيفكر في خناقته مع كوتو. بس في الطريق بيقابل كل افراد العصابه اللي كانت بتكسر في المدينه، وبيكون زعيمهم هو اللي ساكورا ضربهم في اول الحلقه. وبيقول لساكورا يا كنت فين يا عم الجامد، انا مستنيك علشان اديك العلقه التمام. فساكورا بيتجاهل كلامه وبيكمل طريقه كانهم مش موجودين. بس الزعيم بيوقفه بيقول له رايح فين يا حلو، انت كنت بتطلب مني افتكر اسمك ووشك من شويه وفي الاخر انت اللي نسيتني، بس انا عايزك ما تقلقش لانه مستحيل انساك بشكلك الغريب المشوه ده. وبيفضل زعيم المتنمرين يستهزأ بساكورا وشعره اللي مقسوم نصين. وفي الثانيه دي ساكورا بيمتلئ بالظلام والكره، بيقول ان ده هو اللي كان متوقع من الجميع انهم يتجنبوه ويتنمروا عليه، ولكن بيقرر انه مش هيستسلم وانه هيهزم زعيم المتنمرين وعصابته مره تانيه ويبقى احسن منهم. ولما بيفتكر كلام كوتو انه شخص وحيد ومستحيل يبقى رقم 1 في المدرسه بيتعصب جدا. واثناء ما زعيم المتنمرين عمال بيهري وبيتفاخر بعصابته، ساكورا بيديله لكمه بتخليه يبلع سنان وراها. وبسبب الاذى النفسي اللي كان بيتعرض ليه من التنمر، بيشوف خيالات الناس اللي كانت بتتنمر عليه، وبيقول انه ما عملش اي حاجه علشان يتنمر عليه بالشكل ده. بيكون ساكورا في قمه الغضب وبيقفز مره واحده وسط العصابه وبيضربهم واحد ورا التاني وبيمسح بيهم الارض حرفيا، وبيفضل يتفادى هجماتهم ويوجه لهم العديد من الضربات المتتاليه، ومفيش حد فيهم عارف ياخد معاه ولا حق ولا باطل. في الوقت ده كوتو بتسمع صوت القتال وبتخرج من المحل علشان تشوف اللي بيحصل، ولكن في واحد من اللي ساكورا ضربهم كان بيهرب من المكان، وبيمسك كوتو وبيهدد ساكورا انه لو عمل اي حركه فهيطعنها بالسكينه. وده لان طلاب فورين اللي زيك بيخافوا من الرهائن اكتر من نفسهم. طبعا ساكورا اللي لسه ما دخلش مدرسه فورين ما بيهتمش بكلامه وبيتحرك بكل سرعه وبيديله ركله بترقده في الارض وما بيقومش مره تانيه. ولما كوتو بتشكره ساكورا بيقول لها ما تفهمنيش غلط، انا ضربته علشان اتضايقت منه لانه استخدم السكينه في القتال. وبيقول لباقي العصابه انهم مش رجاله لانهم مش عارفين يقضوا على واحد بس ولا بيستخدموا السكاكين. بس في اللحظه دي واحد من العصابه بيتسلل ورا ساكورا علشان يهجم عليه، بس على مين؟ ساكورا بيديله ركله بتوقع صف اسنانه وبيلزق في الحيطه كده وبيعرفهم انهم مجموعه من الضعفاء. فباقي العصابه بيهجموا كلهم على ساكورا مره واحده، وعلى الرغم ان ساكورا بيقضي عليهم واحد ورا التاني بيتصدى ليهم بكل رشاقه الا انه بيكون محاصر لانه مضطر يحمي كوتي وسط قتاله مع عصابه كامله. وبيكون ساكورا مش عارف يعمل ايه وبيبدا يفكر انه يحمي كوتو ويدعي على الاوغاد بتوع العصابه احسن. هو مع رعب كوتو اللي محاصره من كل مكان ومش عارفه تهرب، ساكورا بيقول في نفسه ان حمايه الاخرين هتاذيه هو في الاخر. وبيقوم باقي افراد العصابه اللي ساكورا ضربهم وبيهجم عليهم مره تانيه. وفي وسط قتال ساكورا معاهم في شخص يمسك السكينه وبيهجم
بيهجم على ساكورا وبيجرحه في رجله. ما بيلحقش ساكورا انه يشوف اصابته، وفجأة بيهجم عليه شخص بمضرب البيسبول، فبيضطر ساكورا انه يتراجع بسرعة للخلف علشان يتفادى الهجمة وبينزع في كوتو، وبيقول علشان كده بحب اكون وحيد ومش مضطر احمي حد. ولما كوتو بتشوف اصابته اللي عمالة بتنزف بتكون خايفة عليه جدا. اما ساكورا فبيكون بيعصر دماغه علشان يلاقي حل المصيبة اللي هم فيها، بس للأسف في اللحظة دي مضرب البيسبول بيترفع وبيكون على وشك انه يفشفش دماغ ساكورا. ولما بيغمض ساكورا عينه الاتنين وهو مستعد علشان يتلقى الضربة اللي غالبا هتقضي عليه وهتدمر مستقبله، بيتكلم مع شخص لابس نفس ملابس المدرسة بتاعته وبيشكره على حمايته لكوتو. ولما ساكورا بيحاول يستوعب اللي بيحصل بنشوف الشخص الضخم ده هو واخد الضربة بدل ساكورا، وبيتكلم الشخص ده مع كوتو وبيترجاها انها ما تعرفش اخوها انها كانت في خطر، وبيمسك الواد اللي ضربه بالمضرب وبيجيب اجله بضربة واحدة، وبيقول لباقي العصابة اللي بيكونوا مرعوبين منه انهم هيطلعوا عليهم النهارده، وبيطوي المضرب بالحديد بايده وبيفضل يزعق لهم مساء الفخامة على عيونك يا عم انت والله. ومعاه وصول بقية طلاب ثانوية فورن ما بيكونش عاجبهم العدد القليل من المتنمرين اللي هيقضوا عليهم. على الجانب التاني ساكورا ما بيكونش مستوعب السبب اللي خلى طلاب فورن يساعدوه، وبيلاحظ الطلاب ان الشخص اللي اتنى المضرب ده هو هيراهي اللي بيسمعوا عنه، وبيقرروا هجوم على طلاب فورن بما ان عددهم قليل. بس طلاب فورن بيتصدوا ليهم وبيعملوا معاهم الواجب، ووسط حرب العصابات دي ساكورا بيكون واقف وبيتفرج عليهم على طريقة قتالهم المميزة. بس في شخص بيهجم عليه وما بيتحش ساكورا انه يتصدى ليه، ويراغي بيكون عمل معاه الواجب وبيكسر دماغه وبيزعل لساكورا لانه مجروح واقف وسط ساحة المعركة. فساكورا بيزعله وبيطلب منه انهم يتراجعوا لان عصابة المتنمرين هم الفريسة بتاعته. فيراغي بيقول له خليك في مكانك وما تتحركش علشان اقدر احميك، وبيفضل يهزم الاشخاص اللي بيحاولوا يقضوا على ساكورا. واثناء ما ساكورا واقف بيتفرج ويخرج كل المدنيين وبيبداوا يشجعوا طلاب ثانوية فورن علشان يقضوا على المتنمرين، وساكورا بيكون واقف ومش فاهم اللي بيحصل لانهم المفروض يعملوا عكس كده. فكوتو بتشرح له ان بعد ما البلد كلها كانت معدومة الامان بسبب قتال العصابات من فترة، وتحديدا من سنتين، الاشخاص اللي حموا البلد وخلوها تبقى في الوضع اللي هي فيه ده هم طلاب فورن. واول حاجة عملوها انهم حطوا لوحة على بوابة المدينة مكتوب فيها ان اي حد يدخل المدينة ويحاول يدمر حاجة او يأذي المدنيين هيتم تطهيره بالكامل. في اللحظة دي هيرالي بيتكلم على العصابة بيقول لهم يعني انتوا ولا فالحين في صياعة ولا تعليم حتى، وبيكمل كلامه ان ربنا ياخدهم ويريحهم احسن، وبيفضل يزعق فيهم. وبنعرف من سكان المدينة بدل ما يسموا ثانوية فورن بالاسم ده اطلقوا عليها اسم تاني وهي ثانوية بوفرن ومعناها حماية الحي. بعدها بيجتمع المدنيين وبيشكروا طلاب ثانوية بوفرن على حمايتهم، وساكورا بيكون واقف مصدوم من اللي حصل. فكوتو بتقول اعتقد كده ان الفكرة الغلط اللي كانت في دماغك اتصلحت، لانهم ما بقوش مجرد متنمرين بل بالعكس بقوا محبوبين من المدنيين وكأنهم ابطال المدينة. وبيكون ساكورا واقف ومش متخيل ان الاشخاص اللي كانوا بيقاتلوا بكل وحشية من ثانيتين هم نفس الاشخاص اللي المدنيين بيشكروهم وبيشجعوهم. ولما بيكون على وشك الانفجار من الغضب كل ده بيتلاشى لما المدنيين بيشكروه على صموده وانه كان جامد فورتيكا في اول المعركة. ولما واحدة من المدنيين بتيجي علشان تعالج الجرح بتاعه ساكورا بيجن جنونه وبيرجع لورا مرة واحدة لدرجة ان كل اللي واقفين بيبصوا عليه. بس كوتو بتتصرف وقتها وبتنزل رجله وبتعالجها وبتقول له انا عارفه انك وحيد واعتقد انك ما اخترتش انك تكون بالوحدة دي، لكن ما تقلقش لان سكان المدينة هيتعودوا عليك مع مرور الوقت ومش هتحس بالوحدة ابدا. فساكورا بيزعلها وبيقول لها انا مش محتاج حد او اي حاجة منكم. فكوتو بتسأله ليه ساعدت العجوز ورجعت له شنطته وليه انقذتني من المتنمرين، وبتجاوبه كوتو بتعرفوا انه لازم ما يفقدش الامل في الناس لان مش كل الناس هيتنمروا عليه، وتطلب منه انه ما ييأسش ابدا لانهم هيساعدوه وقت ما يحتاجهم. فبيبص لها ساكورا وهو بيتألم من جواه وبيجري مرة واحدة وبيقفز في الجو وبيقول لهم انهم مجرد بلطجية وبيحاولوا يلعبوا دور البطل، وده شكله هيكون ممتع جدا. وبينزل رجله على وش زعيم المتنمرين وبيجيب اجله. ومع تصرفات ساكورا الغريبة الجميع بيبتسموا لانه اخيرا مش هيبقى وحيد مرة تانية. وبقول لك يا صديقي روتاكو كل القتالات دي حصلت قبل ما ساكورا يدخل المدرسة، فما بالك بقى باللي يحصل بعد كده. المهم عايزك تقولي رأيك في حلقة النهاردة ونكمل الانمي ده ولا ايه، ويلا دمتم في رعاية